أسوأ 5 لاعبين مروا على تاريخ ريال مدريد. في المرتبة الخامسة ريكاردو كاكا اللي فاز بالكرة الذهبية سنة 2007. أحسن لاعب بالعالم هو أسوأ لاعب ريال مدريد مسعود أوزيل أخذ مكانه وما لعبش ولا أي مباراة مهمة. في المرتبة الرابعة جيمس رودريغيز. ريال مدريد اشتروه ب 85 مليون يورو. وقتها إيسكو أسينسيو ماخذين مكانه وصار يروح من إعارة لإعارة. قبل ما نكمل بتحداكم تشتركوا في القناة بدون ما تشوفوا نص العالم ما بيسويها من أول مرة. معنا في المرتبة الثالثة لوكا يوفيتش اللاعب يلي اشتروه ريال مدريد من فرانكفورت. كأنه سجل 3 أهداف في 50 مباراة. يا ساتر، لاعب تشتريه ب 70 مليون يورو عشان يسجل لك 3 أهداف في 50 مباراة. معنا المركز الثاني إيدن هازارد يلي اشتروه ب 120 مليون يورو. سجل ب 120 مباراة فقط 7 أهداف. الله يخرب بيتك يا هازارد. بالنسبة لأسوأ لاعب في تاريخ ريال مدريد لن أذكر اسمه لأنه في كثير ناس راح يزعلوا بس أقوله وراح أخليكم تحذروه في التعليقات.